خويا الجزائري يلي حاسب روحك معارض باغي تغير السيستم الى حد الان ما كانش حاجه اللي هي تلزموا انه يتغير ويتلزموا انه يغير القواعد السياسيه والقواعد الاقتصاديه. ما كانش حاجه الى حد الان حاصره ودايره له قلق. ولهذا ننصحك واستغل الفرصه اللي دار هذا المدعو تبون، هذا الرخيص، هذا المدعو تبون، هذا الفرصه هذه وتروح دير التسويه ويعني وتستغل انك تزور اهلك وتزور احبابك. ولو انك هذا الشيء هذا انا عارفك الداخل ديالك ما حبش هذا الشيء هذا، ولكن الله قادر، الله يعني الله غالب. هذيك ما دير خويا العزيز. شوف غير في روحك انت ضلت سنين وانت توعي في الناس، ولكن الناس ما حباش توعى، ضيع روحك انت، ضيع روحك علشان واحد ما حبش يطور من روحه. خويا العزيز والله نصيحه انك تستغل الفرصه وتعود دير تسويه طوعيه مع النظام، لان النظام فاجر، هذا النظام فاجر، نظام قتال، نظام مجرم، نظام قتل 250,000 جزائري، نظام عصرية السوداء. هذا نظام ما يتخلاش على الحكم مجرد ان كلام في السوشيال ميديا، ما يتخلاش. هذا نظام مجرم قتال هذا النظام هذا. ولهذا النصح خويا العزيز اللي المعارض اللي تحسب روحك معارض، واخا انك انت معارض غير في التيك توك لاش، ان ما كاين شي قنوات اللي كتدعمك، ما كان عندك شي تحالفات دوليه، استراتيجيات، سياسات، ما عندكش يعني ما عندكش حتى واحد صادق في شي دوله يعني عنده واحد مثلا سي سيناتور كيدعمك، شي يعني انت واخد الهاتف تاعك وتتكلم وتوعي الشباب وانت تدفع الثمن. علاش؟ لانك انت ما مستفدش لا من قريب ولا من بعيد ولا هاد الشعب، هاد الزوايل هادو اللي انت تتكلم وتوعي فيهم حابين يسمعوا لك، هما مجرد باغيين شي حد، باغيين يعني هما باغيين يسمعوا، باغيين التغيير، ولكن ما خايفين. الله يحسن لها. الناس دوزت العشريه السوداء وشافت شافت هذا النظام الوحشي، شافت منه غرائب وعجائب. الناس تخاف على روحها خويا الحبيب، خويا العزيز، الناس تخاف على روحها. والله ما تقدرش انها تمشي معك في الاتجاه اللي غادي فيه نتايا. انت واحد انسان واعي وفاهم واللعبه كي دايره، ولكن الزوايا الناس داخل تشوف يتكلم واحد يدير بوست في الفيسبوك يعتقلوا هو واحد. علاش كان راح لي 5 سنين حبس؟ واحد علاش بطاطا الحبس؟ لا، الرئيس يتكلم غير على العاده السلوبيه، يتكلم على يعني غير ما تاكل، يتكلم غير على حاجه اللي هي حاجه اللي يتكلم عليها هذاك الخضار في المارشي. يعني رئيس جاي من عالم ديال الرئيس شاف دايره، رئيس يدير نظام في الاسواق التجاريه، ما عنده شي تكوين سياسي، تكوين مستوى عالي حتى انه يسير دوله. رئيس يعني ظل 60 سنه ولا 59 سنه هو مسؤول في الاسواق، نهار اللي ولا وزير ولات مع الفضيحه وطردوه. يعني لا حول ولا قوه لك اخويا العزيز. والله ننصحك انك اللي تحسب روحك معارض، تحسب روحك باغي توعي هذا القوم ما باغيش يوعي. نقول لك انا نجيك من الاخر، شمال افريقيا والله شمال افريقيا هذو ما تحتاجش توعي فيهم، نهار اللي وقع لك شي نهار اللي صرا لك شي حاجه في جسدك او في حياتك يضحكوا عليك. والله وانت عايش بخير، انت عايش بخير، انت عايش ملاح. هما عايشين في الطوابير، عايشين في مكاش. يعني انا والله نتكلم نشوف فيديوهات، نشوف تصاور، والله خويا العزيز نشوف حاله. انا نقول لك بالله خير شمال افريقيا والله ما دعطيك خاطر نتكلم عليها. هذوك زوايل شمال افريقيا زوايل، ناس بطيحين، ناس عباد. يعني اذا كان حد شي حد هكا فيه عنده دراهم انت جاي في التليفون ظل دير اللايفات نهار كومبلي وانت تتكلم باغي نغيروا النظام، غيروا السيستم. انت فوري يا اخويا، والله انت فوري. خويا العزيز انا ننصحك والله استغل الفرصه ودير تسويه. والله نتكلم معك يعني نتكلم، نحب لك الخير انك دير تسويه طوعيه وقدم ملف تاعك وانتظر الموافقه. اللي حبيت ناضل من الداخل، نخرج في حزب سياسي، جمعيه، نخرج في اي مجال،
حاول تناضل من الداخل وحاول تبعد على الرؤوس الكبار، وراك غادي ملاح، والله غادي ملاح، ودنتج يستافد منك، والله يستافد منك الشعب خويا العزيز، والله يستافد منك الشعب. ولكن انت في الهاتف ما يستافدش منك، لانه هذا الشعب الزوايل ولفوا الانبطاح للاسف.